الجمال والحلاوة والطعامة والفلفل اللي يجنن. ألف هنا وشفا على اللي هياكل الأكلة الحلوة دي النهاردة. الأكلة دي وهي نازلة من على النار حاجة تانية خالص، مش في حتة تانية، لأ هي في حتة لوحدها خالص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما العميل يجي يستلم الأكل في ميعاده كل ما يكون أحسن، كل ما يكون ملتزم بالميعاد اللي اتفقنا عليه كل ما يكون أحسن، عشان يستمتع بجمال الأكلة دي وهي فريش. وبالمناسبة هقول لكم على حاجة كده سريعة. أنا قبل كده اتكلمت معاكم على الأكل الأوت اوف ريفيو اللي هو الجاهز على التسوية. في اوت اوف ريفيو في المستوي برضو. ايه ده؟ ازاي انتي مش قلتي مادام العميل بيسويه يبقى مش جارانتي ان هو يطلع زي ما انتي هتسويه والكلام ده كله؟ لا، في حاجة تانية. العميل لما يطلب طلبات خاصة، يعني ما يجيش مثلا يطلب مني يقول لي أنا عايز الأكلة دي من غير خضرة، من غير فلفل أسود، ويبقى طالب مني إنها تطلع زي اللي محطوط فيها فلفل أسود وخضرة. لا، أكيد مش زي بعض. طيب العميل ما التزمش بميعاد الاستلام، قال أنا جاي الساعة 3 وجا الساعة 6 7 استلم الأكل والأكلة كانت بردت. طبعا ينفع ياخد يسخن الأكل، بس هل طعمها هيبقى بنفس جمال وروعة وهي نازلة سخنة؟ لا.